قومي يا بت، قومي شوفي شغلك، فوقي لنفسك، شوفي مصالحك. ومن هنا قمت ولبيت الندى وقلت قومي يا بنتي يا دعاء، قومي اعملي حاجة مفيدة، قومي فجري دهون جسمك واعملي زنجبيل بليمون. وعلى طول ضغطت على الكتل وجهزت الكوباية وقعدت أقول هي دي بجد تحدي، إصرار، زنجبيل بليمون وهفجر كل الدهون. جبت الزنجبيل زي ما انتوا شايفين، وطبعا انتوا عارفين ان انا بحب الحاجة بسكر، فما بقدرش اشرب حاجه من غير سكر قصدي. فقعدت افكر، معلقه، ابص كده، كفايه يا دعاء، كفايه. بس فايده الحاجه اشربها ازاي من غير سكر؟ انا ما بقدرش. قلت معلقتين وده اخري، وكل الناس اللي عارفيني عارفين بحط معلقتين. لكن انا اتدهورت قوي 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 فوق ما تتخيلوا، ما بقتش معلقتين وبس. قلت مفيش مشاكل، دي في التالتة يا بت، ما هو زنجبيل بليمون بقى وهيفجر كل حاجة. حطيت التالتة، كفاية كفاية. كل دوت على أمل إنه مهما زود بقى زنجبيل بليمون أعمل إيه. وصبيت المية. بحب الحاجة مسكرة، ما بقدرش آكل حاجة من غير ما تكون مسكرة وفيها سكر. قلت لنفسي إيه ده؟ لا، كده ما ينفعش. فكرت لقيت إن أنا هشرب عسل مش هشرب زنجبيل بليمون. فعشان كده قلت لنفسي لا، يعني عشان ضميري برضو يستريح زودت حبة مية تانيين عشان خاطر ما يبقاش عسل. تمام. بس اعتمدت ان كل دوت يهون مقابل اني هشرب زنجبيل بليمون. يا اختي بعد ما شربت الزنجبيل بالليمون وبثلاث معالق سكر، اهو السكر طفح على خدودك. اضحكي بقى يا حبيبتي، طفح على خدودك. امال بقية الجثة عمل فيها ايه؟ انبسطت يا دعاء بالزنجبيل وليمون؟ ايه الخدود دي؟ اعمل ايه يا ربي؟ بقالي فترة بحاول افكر مين يعطرني في حد يساعدني. هتحكم في السكر والنشويات والشدة والتخن. فكرت اروح مراكز كتيرة، بس المراكز كتيرة، مين فيهم الصح؟ وقلت اروح لدكاترة تغذية، دكتور كده يمكن يساعدني. بس الدكاترة كتيرة، اختار مين فيهم؟ ولا مصطفى اللي عاجبه فورمة مريم فارس؟ اعمل له مريم فارس ازاي؟ انا ابقى مريم ازاي؟ انا كبيره اقول السلام عليكم وخلاص. تعملي ايه يا دعاء؟ تعملي ايه يا دعاء؟ لازم حل، عايزه حل. وهفضل اصوت كده لغايه ما الاقي الحل. اه، الحل، الحل.